شمس لوس أنجلوس الحارقة في صيف 1994 نهائي كأس العالم في ملعب روز بول. الأسطورة روبرت باجيو شايل أمل إيطاليا كلها على كتفه، بيتقدم علشان يشوط ضربة الجزاء الأهم في مسيرته، وطبعا كلنا عارفين اللي حصل بعدها. لقطة درامية عظيمة خلدها التاريخ، صح؟ بس ايه رأيك لو قلتلك ان الدراما دي كلها مجرد اخراج تلفزيوني؟ قصدك يعني انهم كانوا متفقين على اللي حصل؟ اقولك مش بالظبط كده، ولكن ما كانش المفروض يكون في ضربات جزاء من الاساس، ما كانش المفروض يلعبوا في عز الظهر تحت الشمس دي، لان قبلها لما كان ماتش بيخلص تعادل كانوا بيلعبوا ماتش اعادة او حتى كانوا بيلعبوا رفع اللي يكسب. لكن التلفزيون وشركات البث جم قالوا لهم بطل عبط يا ابني انت وهو، جدول البث بتاعنا والشركات المعلنه ما بيستنوش، المشاهد اللي سهران ده لازم يشوف بطل بيحتفل وبطل بيموت واقفا، امال هنجيب محتوى للتوقف الدولي ده منين؟ فتم فرض ركلات الترجيح عشان نرضي الزبون. طب واللعب في عز الحر؟ التلفزيون برضه هو اللي اجبر الفيفا انهم يلعبوا النهائي في الظهر في امريكا علشان يناسب المشاهد الاوروبي. فالتلفزيون أيها السادات والسادة ما كانش مجرد نقل للكرة وخلاص، ولكنه فصلها على مزاجه. الشاشة دي هي اللي خلت كرة القدم أبيض في أسود، وهي اللي اخترعت الكارت الأصفر والأحمر، هي اللي أجبرت عمال الاستاد يقصوا النجيل بالشكل دوت، وهي اللي طبعت أرقام وأسماء اللعيبة على ظهر التيشيرتات. حتى الاستراحة بين الشوطين واللي هي 15 دقيقة برضه من تأثير التلفزيون. لما فكرني ببالغ فأنا حابب أقول لك إن ده جزء بسيط من اللي التلفزيون غيره في تاريخ اللعبة بتاعتنا. فأنا أحمد ثابت، وفي الحلقة دي من سوالف جول سكوب هنتكلم عن إزاي التلفزيون غير الكورة. فيا بنا يا صديقي. أول حاجة التلفزيون حط عينه عليها عشان يسيطر على اللعبة كانت الوقت. الكرة في أساسها لعبة مستمرة 45 دقيقة لكل شوط، ودي مشكلة لأي شبكة تلفزيونية دافعة مليارات وعاوزة تعرض إعلاناتها. ولحد سنة 1995 الاستراحة ما بين الشوطين في قوانين الكورة كانت 10 دقايق وبس، اللعيبة بتدخل تريح، المدرب يقول كلمتين وينزلوا يكملوا لعب. لكن في سنة 95 المجلس الدولي لكرة القدم IFAB بيطلع قرار مفاجئ بتعديل المادة 7 من قانون اللعبة، ورفعوا الاستراحة من 10 ل 15 دقيقة بالتمام والكمال، لأن زي ما قلنا الضغط كله كان من الشبكات البث الأوروبية والأمريكية، واللي لقت إن 10 دقايق يا دوب بتكفي نزول اللعيبة للملعب، ومفيش مساحة كافية لفواصل إعلانية كتير واستوديو تحليلي سريع. قالوا لهم هم 5 دقايق زيادة في كل ماتش، اضربوهم في عدد الماتشات طول الموسم هيطلع لنا خميرة حلوة. وفعلا النتيجة كانت ملايين الدولارات كأرباح إضافية، وبتدخل جيوب التلفزيون واتحادات الكورة من الهوا. بس هل الشركات دي تكتفي بكده وخلاص؟ لا طبعا، البنادق طماع، وال15 دقيقة دول ما بقوش كافيين للرعاة الجداد، فهم هيموتوا ويلاقوا طريقة يوقفوا بيها اللعب في نص الشوط زي التايم اوت بتاع كرة السلة. وهنا بتيجي الفرصة على طبق من ذهب، وبنرجع لكأس العالم 2014 في البرازيل. ووقتها نقابة اللعيبة في البرازيل رفعت قضية في محكمة العمل بسبب اللعب في مدن حرارتها عالية. المحكمة ألزمت الفيفا بإيقاف الماتشات لو الحرارة عدت 32 درجة. الفيفا قالت لك إن دي كولين بريك عشان يحمي اللعيبه من الاجهاد. طب ما كلام انساني وبريء اهو، ما هو كنا مفكرين كده برضه. وطبعا شبكات التلفزيون خصوصا في امريكا طاروا من الفرحه بالقرار ده. ليه؟ لأن فجأة بقى عندهم وقت مستقطع في نص الشوط الأول وكمان التاني. ولكن لو بصيت على الشاشة في اللحظة دي هتلاقي المخرج قطع عليك وطلع لك بفاصل إعلاني أو ظهر لوجو ضخم لراعي البطولة. فقصة حماية اللعيبة دي كانت مجرد حجة، واستغلوها كويس جدا عشان التلفزيون يخترع مساحة إعلانية جديدة ما كانتش موجودة. الموضوع ما وقفش عند كده وخلاص، لأن شبكات البث بتنزل الملعب نفسه وبتغير شكل الأرضية واللي اللعيبة بتجري عليها. لو رجعنا كام سنة من قريب هتفتكر إن عمال الملاعب كانوا بيتفننوا في قص النجيل، أشهرهم جون ليدويج كبير عمال ملعب ليستر سيتي اللي كان بيقص النجيل على شكل نجوم ودوائر وحتى شعار النادي. والله كلام جميل، كلام معقول، ما اقدرش اقول حاجه عنه. لحد ما جينا في بدايه موسم 2017-2018 ورابطه البريمير ليج بتطلع قرار رسمي ممنوع منعا باتا قص النجيل بأي أشكال هندسية، ولازم أن يكون خطوط عريضة بيضاء وخضراء فقط. السبب ما كانش عشان شكلها وحش مثلا، ولكن عشان كاميرات وتحديدا تقنية الفار اللي كانت لسه بتطبق وقتها. فمحتاجين منكم بالصلاة على النبي كده نبطل شغل حصص الرسم ده ونعمل خطوط مستقيمة عشان نقدر نرسم خطوط التسلل الوهمية بالمليمتر، وكمان علشان الحكام المساعدين يقدروا يظبطوا قرارهم أكتر. فالتلفزيون عزيزي المشاهد ما اكتفاش بتغيير شكل النجيل والوقت والتوقفات، ده الموضوع وصل لدرجة الدخول في عقل المدربين نفسهم، وتغيير خطط ومراكز بحالها كانت من ثوابت الكورة.
تعال اخدك لمركز صانع اللعب الكلاسيكي، اللاعب رقم 10، اللعيب الفنان اللي كان بيتمشى في الملعب يستلم الكرة براحته، يبص يمين وشمال ويفكر 3-4 ثواني قبل ما يعمل القرار المظبوط. اساطير زي زيدان وريكيلمي او حتى مسعود اوزيل في اواخر ايامه، تفتكر اللعيبه دي ما بقتش موجوده ليه؟ في اللي هيقول لك عشان الكرة بقت بدنيه وضغط عالي وكلام كتير، يعني زي يورجن كلوب وغيره، كلام محترم طبعا، بس هو ليه الكرة بقت سريعه كده اصلا؟ الاجابه عشان التلفزيون والمشاهد. في عصر الريموت كنترول والتقليب ما بين القنوات وبعد كده السوشيال ميديا والاسكرول، المشاهد ما بقاش عنده صبر. لو شاف لعيب بيقف على الكرة كتير ومخلي الريتم بطيء، فغالبا يعني مش هيدي اهتمام للماتش. فشبكات التلفزيون بقت تضغط على الأندية، والأندية بتضغط على المدربين ويقولوا لهم احنا عاوزين رتم سريع وكرة رايحة جاية ما بتوقفش. ويعني ليفربول احسن مننا في ايه؟ ولان ده ببساطه اللي هيجيب لك الاعلانات اللي هنقبضكم بيها كل اسبوع. فكانت النتيجه الحتميه ان اللاعب رقم 10 الكلاسيكي بيختفي تكتيكيا بالتدريج. ولو عاوزين فيديو مخصوص كامل عن الموضوع دوت فممكن تعرفوني في الكومنتات. فالمهم يعني ان الموضوع ما وقفش عند التأثير على اللعيبه وبس، ولكنه غير خطط وفلسفات تدريبيه زي الكرة الدفاعيه البحته او الكاتيناتشو الايطالي. زمان لما كنت تكسب 1-0 وتقفل دفاعك على طول، ده كان بيعتبر قمه الدهاء التكتيكي. بالمناسبه عيب قوي تكون بتتفرج ولسه ما عملتش اللايك وسبسكرايب لحد دلوقتي. جورج جراهام مدرب أرسنال في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات كان بيكسب بطولات بأسلوب اتسمى وقتها بورين أرسنال أو أرسنال الممل. يخلص الماتش 1-0 وشكر الله سعيكم لحد ما بيحصل الزلزال في سنة 92 لما سكاي سبورتس اشترت حقوق بس البريمير ليج ب 304 مليون استرليني في وقتها. صفقة تاريخية جدا طبعا، وذكرنا كل تفاصيل الموضوع ده في فيديو كامل عن الدوري الإنجليزي تقدر تشوفه من اللاين اللي فوق. الشبكة دي لما دفعت الرقم الخزعبلي ده ما كانتش دفعها عشان تذيع ماتشات بتخلص 0-0 وفرقة راكنة الأتوبيس، ولكنها كانت بتسوق للماتشات تحت اسم سوبر ساندي أو الحد الممتاز، ولازم يكون في جوان وإثارة ودراما. وهنا بدأت اللعبة تتغير جذريا. فلوس البث التلفزيوني بقت هي مصدر الدخل الأول للأندية، بس الفلوس دي بتتوزع إزاي؟ هي مبدئيا بتتقسم ل3 أجزاء، نسبة متساوية كل الأندية بتاخدها زي بعض، 2 نسبة حسب المركز، يعني الأول بياخد أكتر من الأخير وهكذا يعني، وتالت حاجة وهي النسبة الأهم وهي الفاسيليتي فيس أو رسوم البث المباشر، ودي فلوس الناس دي بياخدها كل ماتش سكاي سبورتس بتختار إنها تذيعه عندهم لايف على شاشاتهم. لأن لو ما تعرفش يعني فكل ماتشات الدوري ما كانتش بتتذاع زي دلوقتي، ولكن كانت نسبة متحددة، والتلفزيون طبعا بيدور على الإثارة، فهتلاقيه دايما بيختار يذيع ماتشات الأندية اللي بتلعب كرة حلوة وضغط يمين وشمال، فبيدخل لهم فلوس أكتر وتشتري لعيبة أحسن. أما النادي اللي بيلعب كورة والعياذ بالله دفاعية ومملة، التلفزيون بيتجاهله وما بيذيعش ماتشاته كتير فبيتحرم من الملايين دي. وده اللي مهد الطريق لمدربين زي فينجر إنه يجي أرسنال ويغير هويته من أرسنال الممل لفرقة بتلعب كورة هجومية متكاملة، لأن ده اللي بيبيع على الشاشة. وخليني كمان أقول لك إن حتى المدربين نفسهم التلفزيون غير طريقتهم في قراية الماتش. زمان كنت تلاقي المدرب كان بيقف على الخط شايف الملعب من منظور وحش جدا لأنه واقف على الأرض فاهم، ومستني الشوط الأول يخلص علشان يغير تكتيكه. دلوقتي أي مدرب من أول جوارديولا لحد مدربين الدرجة التانية في مصر تلاقيهم باصين في الأيباد على الدكة، وده مش شغال عليه جيم اوف ثرونز يعني، ولكن بيبصوا على تكتيكال كام أو الكاميرا التكتيكية. دي كاميرا مستواها عالي حطها المنظمين في أعلى الاستاد عشان ينقلوا بيها تحليلات الماتش على استوديو تحليل مودرن سبورت. فالمدربين ومحللين الأداء قالوا طب ما حلوة دي نستغلها، وفعلا بيستغلوا الكاميرا التلفزيونية دي وبقوا ياخدوا الفيد بتاعها لايف على الأيباد، وده طبعا علشان يكشفوا مساحات اللعب كلها ويعدلوا خططهم واللعب شغال. طب كده شفنا ازاي التلفزيون غير عقل المدرب والخطط، بس هل التلفزيون قوته وقفت عند حدود النجيل الأخضر؟ الإجابة لا. التلفزيون قرر يتدخل في الجغرافيا ويتحكم في الشمس نفسها. فاكر في أول الحلقة لما شفنا روبرتو باجيو وهو بيموت واقفا تحت شمس لوس أنجلوس الحارقة في نهاية 94، وقلنا إن الماتش ده اتلعب الظهر عشان يوافق سهرة المشاهد الأوروبي. النهارده بقى التلفزيون بيمارس نفس الديكتاتورية دي مع الأندية. يعني عمرك سألت نفسك ليه ماتش قمة زي الكلاسيكو أو ماتشات تقيلة في الدوري الإنجليزي بقينا بنشوفها عادي بتتلعب الساعة 1 أو 2 الظهر بتوقيت إسبانيا وإنجلترا؟ هل عشان اللعيبة دي بتنام بدري وما بيحبوش السهر مثلا؟ طبعا لا، السبب الحقيقي هو الغزو الآسيوي. شبكات البث في الصين واليابان وشرق آسيا بقوا بيدفعوا أرقام خيالية تقدر بالمليارات في حقوق البث، وعلشان الماتش يتذاع عندهم في الصحراء لازم الماتش يتلعب في أوروبا في عز الظهر.
وكل ده علشان نرضي زبون قاعد مأنتخ على بعد 10,000 كيلو متر في آسيا بياكل نودلز كوري حار جدا. لكن وسط كل السيطرة التلفزيونية دي انجلترا عندهم قانون غريب اسمه ارتكل 48 او قانون البلاك اوت. القانون ده بدأ في الستينات ومكمل لحد النهارده، وبينص على ايه بقى؟ بيمنع منعا باتا بس اي مباراة كرة قدم لايف على شاشات التلفزيون في بريطانيا يوم السبت من الساعة 3 إلا ربع العصر لحد الساعة 5 وربع المغرب. يعني لو مانشستر سيتي أو ليفربول أو أرسنال بيلعبوا ماتش في الوقت ده الشاشات جوه إنجلترا بتسود ومفيش ماتشات بتتذاع. طب ليه الغلب ده؟ علشان يحموا ثقافة المدرج. الاتحاد الإنجليزي عارف إن المشجع لو لقى ماتش تقيل بيتذاع على الشاشة الساعة 3 العصر هيقعد في البيت ومش هيروح الاستاد يشجع فريق مدينته الصغير اللي بيلعب مثلا في الدرجة الثانية أو الثالثة في نفس التوقيت. وعلشان كده إنجلترا قررت تقفل البث لمدة 2.5 ساعة كل يوم سبت علشان تخلي المشجعين ينزلوا من بيوتهم ويملوا مدرجات فرقهم. شركات البث لما لقوا نفسهم بيتحكموا في كل حاجة تخص اللعبة فقرروا يعلوا بالصناعة أكتر ويخشوا على البيزنس التقيل. زمان البطولات كانت عادية جدا، فرق بتلعب بعض ماتشات وخلاص، لكن التلفزيون قرر يحولها لمسلسلات درامية. خد عندك مثلا أهم وأعظم بطولة في الكوكب، دوري أبطال أوروبا. البطولة دي لحد سنة 92 كان اسمها كأس الأندية الأوروبية البطلة. الاسم نفسه كان عادي جدا، وحتى نظام البطولة كان كلاسيكي بنظام خروج المغلوب من أول دور. يعني ريال مدريد بيلعب ماتشين واتغلب فروح شوف لك حته تقعد فيها عشان انا بعت البيت لابو معاطي، وخلاص كده مفيش ريال مدريد لاخر الموسم. ولكن شركات البث حسوا ان ده عبث وبيخسرهم ملايين المشاهدات، فشركات التسويق قعدت مع الويفا وقالوا لهم من ابو اخر كده رجاله احنا لازم نغير شكل البطوله دي، احنا عاوزين نعمل دور مجموعات عشان نضمن ان الفرق الكبيره تلعب ماتشات اكتر حتى لو هيطلعوا بدري، وهو بالمره نزود عدد الماتشات. وبالفعل بيحولوا البطوله من مجرد بطوله كره قدم لمسلسل تلفزيوني متكامل الأركان. المشاهد بيستنى حلقته كل يوم 3 و4 وسموه دوري أبطال أوروبا. يعني حتى فخامة الاسم تكفي والله. طالما عملنا مسلسل تلفزيوني بإنتاج ضخم يبقى أكيد محتاجين له تتر وموسيقى تصويرية تليق بيه. وهنا بتيجي قصة نشيد دوري الأبطال واللي بيخلي جسمك يقشعر أول ما بتسمعه. الموسيقى دي تحديدا اتعملت مخصوص لشركات التسويق التلفزيوني سنة 92. جابوا الملحن الإنجليزي توني بريتن وطلبوا منه يعمل مقطوعة موسيقية كلاسيكية فخمة جدا عشان لما الكاميرا تعمل زوم على وشوش اللعيبة قبل الماتش فالمشاهد اللي في البيت يحس بالرهبة ويقتنع انه داخل يتفرج على ملحمة تاريخية مش مجرد ماتش كورة ب3 بونت. ومن هنا التلفزيون بدأ يركز مع أبطال المسلسل ده واللي هم اللعيبة طبعا. هل تتخيل ان لحد اوائل التسعينات اللعيبة كانت بتنزل الملعب بأرقام من 1 ل 11 بس ومفيش أي أسامي على ظهر التيشيرت؟ شبكات التلفزيون وتحديدا في انجلترا مع بداية البريمير ليج هي اللي ضغطت واصرت ان كل لاعب يتكتب اسمه بخط عريض وواضح فوق رقمه المخصوص ليه هو بس. والفكرة دي مش بس نجحت في الموضوع ده، لا كمان فتحت باب رزق بمليارات الدولارات للأندية، طبعا من بيع تيشيرتات بالاسم والرقم في كل أنحاء العالم. فما بقتش بتنزل تشتري تيشيرت مانشستر، انت بقيت تنزل تشتري تيشيرت مكتوب عليه كانتونا او بيكهام، وده هو النجم اللي التلفزيون بيجيب لك وشه في كلوز اب كل 5 دقايق. عشان التلفزيون يكمل سيطرته على الشاشه وتفاصيلها المرئيه كان لازم يحل اكبر مشكله بتواجه المشاهد، وهو ازاي يفهم قرارات الحكم، لانه اكيد يعني قاعد مش سامعه، وحتى لو سامعه فهو مش فاهم لغته مثلا. ونرجع هنا لقصه مهمه جدا وهي الكروت الصفراء والحمراء. في كاس عالم 66 بتحصل خناقه شهيره جدا، لاعب ارجنتيني بينطرد بس فضل في الملعب وادعى انه مش فاهم الحكم الانجليزي بيقول له ايه، والمشاهدين في البيوت ما كانوش فاهمين مين انطرد ومين مكمل والدنيا فيها ايه اصلا. الحكم وقتها كين استون جات له فكرة الكروت من ألوان إشارات المرور. بس السؤال هنا ليه الفيفا قرر يطبق اختراع الكروت ده وتحديدا لأول مرة في كأس عالم 1970 في المكسيك؟ والسبب يا صديقي تلفزيوني بحت، لأن مونديال المكسيك كان أول نسخة كأس عالم تتذاع في التلفزيونات حول العالم بالألوان. التلفزيون الملون كان هو المسرح المثالي علشان الحكم يرفع كارت لونه أصفر أو أحمر، فالمشاهد في أي مكان في العالم يقدر يفهم فورا وبمجرد النظر للشاشة إن اللاعب ده خد إنذار أو طرد. يعني الكارت اللي الحكم بيطلعه من جيبه النهارده وبيعاقب بيه اللعيبة هو في الأساس حتة بلاستيك اتصممت عشان تليق مع عصر التلفزيون الملون. وطالما اتكلمنا عن الكروت والألوان
فتعالوا نبص على الراجل اللي واقف على الخط وهو الحكم المساعد. زمان في بداية الكورة في أواخر القرن ال19 مراقب الخط ده كان بيقف بمنديل أبيض ماسكه في إيده ويشاور بيه، ولما اللعبة اتطورت شوية بقى يمسك راية قماش سادة، وأحيانا كانت بتبقى لون علم النادي صاحب الأرض كنوع من أنواع الترحيب. لكن مع دخول الكاميرات تم فرض تصميم راية الشطرنج أو المربعات، واللي غالبا بتكون أصفر في أحمر أو برتقالي، ودي ألوان متصممة هندسيا وبصريا عشان تعمل أعلى كونتراست وتباين ممكن على الشاشة. وحتى حكم الساحة نفسه اتغيرت هدومه واللي استمرت لأكتر من قرن، فقوانين الكورة كانت بتفرض على الحكم إنه يلبس أسود فأسود. لكن جينا في أوائل التسعينات التلفزيون والرعاة قالوا ستوب لحد هنا، اللون الأسود ده كئيب جدا على الشاشة ومش ظاهر كويس، والأهم إنه بيعمل زغللة وممكن تتلخبط فيه مع ألوان الفرق. فمين اللي كسر القاعدة التاريخية؟ أيوه، شبكات البث، وأجبروا الحكام يقلعوا الأسود ويلبسوا ألوان فاتحة، كل ده عشان الحكم ينور وسط الشاشة التلفزيونية ويكون مميز جدا وسط ال 22 لاعب وما حدش من المشاهدين يتلخبط فيه. وبعد ما التلفزيون غير شكل البطولات ولون التيشيرتات وحتى لبس الحكام، جه الوقت انه ياخد الخطوة الأخيرة وقرر انه يبطل يكون مجرد كاميرا بتنقل بس الماتش من بره، ولكنه يتحول ويكون هو الحكم بنفسه. وهنا بندخل في عصر الفار. طول عمرنا عارفين ان الكورة لعبة بشرية، الحكم بيغلط واللاعب بيغلط، وده كنا متفقين انه جزء من متعة وشغف الكورة والجدل اللي بيدور ما بين المشجعين طول الأسبوع. بس الشركات ما بتحبش العشوائية دي وقالت لك احنا نحاول نقلل الأخطاء على قد ما نقدر، فهات لي يا ابني ال30 كاميرا بتوعك والإعادات من كل الزوايا، وأعاد لحكام مخصوصين مهمتهم مراجعة قرارات حكم الساحة ومساعدينه، ودي محاولة منهم على تقليل الغلطات على قد ما يقدروا. فبدل ما اللاعب كان يسجل جون ويروح يجري يحتفل ويتنطط براحته، فبقى مستني يشوف عليه تسلل على صبع رجله الصغير ولا حاجة. وبصراحة الفار أكيد ضاف متعة مختلفة من نوعها في إنك تستنى قرارهم. وفي النهاية يا صديقي لازم نعترف إن التلفزيون كان هو العصا السحرية اللي نقلت الكورة من مجرد رياضة شعبية بتتلعب في الحواري والخرابات لإمبراطورية بتتحكم في مليارات، وهو اللي خلى الكورة متاحة لكل مكان في أي وقت. لكن في الطريق للنجاح ده، فاللعبة اللي بدأت عشان الناس تستمتع بيها في الملعب بقت النهاردة منتج تلفزيوني متفصل بالمليمتر عشان يرضي المعلنين. وهنا المايك يروح لكم انتوا، تفتكر التلفزيون خدم الكورة أكتر ولا بوظها؟ ولو رجع بيك الزمن تحب تتفرج على الكورة القديمة حتى لو بصورة وحشة، ولا انت مكيفك الكورة الحديثة بكل التكنولوجيا والفلوس والتفاصيل الملونة؟ وايه أكتر معلومة صدمتك النهاردة في الحلقة؟ هستنى رأيكم في التعليقات. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. ما تنساش لو الفيديو عجبك تبعته لكل حبايبك وتشترك في القناة لو انت مش مشترك وتفعل جرس التنبيهات عشان دايما يوصلك كل جديد. كان معكم أحمد ثابت، والسلام عليكم.